في الواقع احنا مش المفروض ندور ورا بعض اصلا. انا لو هدور واقعد احلق عليك زي الكتكوت التايه وسط الفراخ، فده معناه ان انت مش لاقي الاحساس بالاكتفاء وعينك الطفصه مش مليانه. فانا المفروض مش بدور وراك اصلا، وانت المفروض ما تدورش ورايا، واحنا المفروض نكون مبسوطين، وعشان كده احنا اتلاقينا واتجمعنا وارواحنا اتلاقت في ملكوت الله. فمش لازم اقعد ادور وراك. وصدق ساعات بيبقى عندكم شويه احساس كده، صدق دايما حستك السادسه. مش مقنعه. تعالى انا وانت نفكر مع بعض ونشوف حاجه مقنعه اكتر. يعني قول لي مثلا يا مايا انا عملت كذا، فتعالي نفكر انا وانت مع بعض، هقول لك ايه فتصدقيه اوقع من اللا منطق اللي انت بتقوله لي ده. مفيش اجتماع 7 ساعات، ما بتحصلش. كذب خداع، دق بابي، خداع. وبعدين طب هحرجك والله، ثانيه هحرجك، ثانيه هحرجك. مديرك ومكتبك كله والشركه غالبا كلها في بلاتينم على البول ولابسين مايوهات مشجره، فانت شكلك وحش، وانا كنت مستنيك لاخر المكالمه تعترف وانت ما اعترفتش، وانا مضطر. سوري خلاص، طالما نزلت بالدليل يبقى فرصتك راحت. باي راحت فرصتك. دلوقتي ربنا ما وفقهوش واتقفش خلاص، الولد وقع واتقفش. لازم تعرفي ان في نوعين من القفشه، نوعين من الخيانه الفرديه والخيانه الجماعيه. الخيانه الفرديه دي اللي هو في مشاعر، في واحده ركز معاها وهب لها عمره وركز معاها، في نوع من انواع خيانه المشاعر. الخيانه الجماعيه اللي هو هتخشي واتساب تلاقي 6 7 كده بيكلمهم، وهتلاقي اخر حاجه بعتها قلب كده بيقول لهم نفس الكلام كلهم. ده مفيش مسلسلات حلوه في التلفزيون، وهو في عنده نوع من انواع الملل، فقرر ان هو يكلم شويه بنات كده يقعد يتسلى. لو اتقفش خيانه فرديه اللي هي بيبقى فيها بقى نوع من انواع الجرح وكده، اوعي تروحي تقولي له انك قفشتيه وانك عرفتي. بس بقى يا ست، اليوم اللي قلت لك عليه ده بالليل بقى قعدت في الشغل طول الليل انا واصحابي، المدير رخم علينا يقول لك لا راجعوا المش عارف ايه، طب ما تيجوا نتعشى، يعني عايز اروح اكلم مايو يا حبيبتي. بلغني ان عربيتك كانت راكنه في المول اللي على اول الشارع بتاعك تحت السينما اللي هي موليزي بوي اللي بتريح فيها دي. فهل كنت بتخني ولا كنت بتخني؟ لو انت مقرره انك هتجيبي ورا وهتسامحيه، يبقى بلاش تروحي تعرفيه انك انت اللي قفشتيه، بلاش تعرفيه انه اتقفش وانك عرفتي. خلي حد مقرب يروح يفتحه في الموضوع، يقول له ايه بقى؟ احمد، يعني مش عايزين الكلام يكتر، بس انا عرفت ان انت بتخون سماح. ما تخلينيش اضطر ان انا اروح اعرفها انك خنتها، بس ارجوك انا يعني كفايه، عشان كده يهز راسه كتير. دي هتحسسه ان هو عمل حاجه كبيره جدا، وانه لازم يبطل قبل ما الكلام يوصل لك، لانه لو عرف ان انت عرفتي وهتسامحيه وهترجعي فخلاص. الهفوات البسيطه والعثرات اللقيطه دي حاجات ممكن تعدي، بس الحاجات الكبيره لازم تاخدي فيها وقفه. يا نهارك اسود، شفتها ما تقفلش. ليه الخيانه تدق بابك؟ دي صاحبتي معايا في ايجابيه الشغل من بتسألني على ايجابيات حاجة. الخيانه، مش مبرر. انت عايزه ايه؟ ورجعت لكم تاني في فقره المعلومه المش مهمه مع عمر ياسر خبير الخيانه. عامل ايه يا عمر؟ ازيك؟ ايه مميزات الخيانه يا عمر من وجهه نظرك؟ احنا اكتشفنا السنه دي ان في مميزات كتير قوي بعد ابحاث كتيره، يعني ان احنا عندنا مميزات كتير للخيانه. الخيانه عامه بتكتشف فيها حاجات كتير قوي. اول حاجه زي المواهب، انك يبقى عندك موهبه ما مش عارفه انها عندك، فجاه تتخاني فتلاقيها طلعت. زي ايه مثلا؟ ولد بيكتب اغاني، مش عارف انه بيكتب اغاني وبيشعر، صاحبته سابته قام كتب اغنيه لذيذه سبتيني ليه؟ سبتيني او عشان خاطري وارجعي لي وشفتكم مع بعض، وفي الاخر يبتدي يطلع منه الشاعر الطفيف الصغير. أيوة. ده تمام، يقوم واخد بعضه على اي حفله متجه، تمام، عمرو دياب يقوم حادف له ورقه، تامر حسني يعني هيبتدي يعمل اي حاجات ان هو يمشي في الوي ده. فالخيانه طلعت ايه؟ طريق وباب رزق تاني. بالظبط. اوكي تمام. بعد او كده لو بنت مثلا ممكن تكتشف عندها مواهب جديده تلعب خماسي، فاهم؟ بتلاقي بقى الموهبه دي اكتشفت في العيله، تمام، والناس كلها عرفت انك بتكتبي اغاني او بتلحني او مكسوره طبعا ما الناس كلها اتفضحتي. فيجي بقى ايه، باباكي مثلا يقوم قاعد يقول لك انا عارف سمير اسكندراني كان صاحبي معايا في المدرسه زمان، يقوم رايح برده عامل له اغنيه، يبتدي الشغل ايه يطلع تمام. او مثلا بنت لذيذه جميله بتقعد ترسم لها لوحه، ترسم لها صاحبها وهو من غير هدوء، يعني بيبقى فيه كده رسمه بتطلعي كل الاسود ده بيطلع في موهبه قدام، تمام، يا في اغنيه في رسمه على حسب كل واحد وميوله.
اوكي. في الموهبه الثانيه طبعا، انت اول حاجه بتكوني خسرتي الحبيب، فده ده تمام. خلاص بنخسر اللي حاجه ثانيه. اكتشفنا ان هو كان اختيار خاطئ من اوعى تكوني البدايه. فاكره ان الخسائر بتقف هنا، لا احنا بنبتدي كمان في خسائر تانية بتحصل. زي ايه مثلا؟ انك ممكن تخسري صاحبك بتاع معلش ده، الانسان اللي هو المستفز، اللي انت تبقي طلعان عينك ومش طايقه نفسك ويقول لك معلش اللي جاي احسن. بفكر في الانتحار، بتارجت مش نصيبك هيجي لك، معلش نصيبك هيجي لك الحاجات دي بكره كلها. تلاقي اللي احسن منها، الكلام اللي على هو ما أساس إن هي بياكلش عيش ده، فاهم؟ ما بياكلش عيش. تمام. بكره تلاقي ست ستها، فاهم؟ فأنت هو كده. برضه في الاخر بيروح لواحده وحشه برضه اوحش منها وبيتخان بالظبط، تاني، ولا بالظبط. بيلاقي ست ما هو ستها كلنا ولا بنتخانق. بيلاقي اي ايجابيات، فاهم؟ بس هو لازم يقول لك معلش بالحقيقه دي يجبر حقيقة. بخاطرك، فاهم؟ المهم بنوصل في النهايه لحاجتين، طلعنا الموهبه ايوه وايه تاني حاجه؟ صاحبك القذر. بس كده خلاص، خلصنا من دول. تمام. نبتدي بقى ايه؟ طبعا انت كنت داخله على مصاريف انت مش واخده بالك، انت طبعا مصاريف لا، جواز وقرف وبتاع كل ده طبعاً. خلاص. وبعدين وانت طبعاً. مصاحبه بتبقي نفسك ترجعي سنجل تاني، فاحنا رجعناكي سنجل تاني. اوكي، ما خلاص مفيش مصاريف، مفيش اي حاجه من الحاجات دي عدلت كلها. الدنيا في عيني شفتي بطريقة. ثلاثه يعيشوكي سنين قدام وانت متخانه زي الفل ولا يهمك الله خالص. اكبر عليك. بس دول الحاجات اللي انا اكتشفتهم حبيب قلبي. شكرا. بس كده. استنى عشان هختم. شكرا خبير الخيانه عمر ياسر، ميرسي انك كنت معايا. سلم عليا تاني. يلا سلام عليكم. لا عمر. السلام عليكم. عمر. خلاص بقى انت قرفتيني.